بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض كفتة الرز، الكفتة الموفرة رقم واحد. نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. هنعملها مع بعض ونقدمها جنب الرز بالشعرية زي ما انتوا شايفين كده. اكتر اكلة موفرة واقتصادية جدا. بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة هنطلع مع بعض الكمية الكبيرة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. وفي كمان معايا تاني متبقي كمية تانية. كل ده من ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. هنعمل مع بعض أحلى كفتة موفرة في البيت، وكمان مغذية جدا واقتصادية. نعملها مع بعض في البيت بأسهل وأبسط طريقة، وهقولك المقادير المظبوطة. تجيبي انت اللحمة عندك وتشتريها من الجزار وتفرميها في البيت. لو عندك الكبة تفرميها في البيت، وهقولك المقادير المظبوطة اللي تخليها معاكي ما تفكش وتطلع مظبوطة ومتماسكة ان شاء الله. بسم الله عشان ما اطولش عليكم. انا معايا اول حاجه كده جبت عندي بوله، ومعايا كوبايتين من الرز المصري العادي زي ما انتوا شايفين كده. هضيف على ربع كيلو اللحمه المفرومه اللي قلت لكم عليه في البدايه كوبايتين من الرز المصري العادي. هبدا بقى كده ان اضيف عليهم الميه عشان اغسلهم. هنغسلهم كويس جدا كده وبنصفيهم كويس، وبعد كده بضيف لهم ميه تاني عشان انا هغسلهم مرتين. كوبايتين الرز دول يعني هنغسلهم كده مرتين زي ما انتوا شايفين كده. خلاص صفيناهم. بنسيبهم حوالي ربع ساعة كده لغاية ما يتصفوا خالص. بعد كده بنروح بقى على الكبة، وهبدأ اخد كل شوية كده حبة من الرز اللي معايا عشان اطحنه. هطحنه في الكبة من غير ما تنقعيه ولا حاجة عشان ما يبقاش معجن كده وهو لسه ناشف. يا دوبك غسلناه بس وبعدين صفيناه سيبناه يتصفى خالص. هنبدأ بقى كده في الكبة نضربه ونطحنه لغاية ما يوصل معانا للشكل اللي هوريه لكم دلوقتي. على فكرة بيطحن وبيطلع كويس جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده هو بيتضرب معايا ازاي في الكبة. وهيطلع معاكي كويس جدا في الاخر على فكرة. شوفي معايا بيطلع ازاي. بعد ما بيتضرب بيبقى بالشكل ده، بيبقى ناعم جدا وفي نفس الوقت مش معجن برضو. معايا كده نفس الكبة بقى بضيف معايا باقي كمية الرز. الكوبايتين افكركم تاني كوبايتين بس من الرز المصري. ونبدأ برضو بنفس الخطوة ونكمل ونطحنهم كده بالشكل ده لغاية ما يبقوا معانا زي ما شفتوهم كده. هو كده سرعت الخطوة دي معاكم كده عشان بس اوريكم بقى باقي المكونات كلها مع بعضها كده. كده اهو خلاص خلصنا كمية الرز. وتعالوا نشوف بقى كده المكونات كلها. ربع كيلو من اللحمة المفرومة، كوبايتين من الرز اللي طحناه مع بعض، معايا حوالي نص كوباية من الخضرة بتكون من البقدونس، ومعايا هنا بصلاية وحوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم يكونوا كبار يعني. انا معايا هنا ازيد عشان حجمهم صغير. مكعب مرقة، معلقة كبيرة فلفل، معلقة ملح، معلقة من الحبهان المطحون، معلقة قرفة. هي دي التوابل الجميلة اللي بتخلي معاكي طعم الكفتة وريحتها تبقى حلوة قوي. كوبايتين من الرز ضيفاهم على الربع كيلو عشان تبقى موفرة زي ما قلتلك. وعلى فكرة الرز مش هيخليها تفك ولا حاجة، احنا ضاربينه ومنعمينه كويس جدا زي ما انت شايفة كده. وكمان لسه هنضرب كل المكونات بتاعتنا دي تاني مع بعض في الكبة عشان جدا مع بعض، ومش هتفك منك خالص لو عملتيها بالطريقة دي. وبعد حتى ما بتحمريها بتطلع معاكي متماسكة. وبعدين بنضيفها عندنا في الصلصة برضو بتطلع معانا متماسكة. وكل الخطوات انا ماشية بيها واحدة واحدة قدامكم اهو، عشان تتأكدوا وتشوفوا بنفسكم انها هتطلع متماسكة ان شاء الله. اضيف بقى كده جبت عندي بولة بقى، هنبدأ نخلط كل المكونات مع بعضها عشان تطعم كده وتاخد الطعم كله مع بعضها. ربع كيلو اللحمة الأول، وبعد كده كوبايتين الرز المطحون،
وبعد كده نص كوباية البقدونس الخضرة اللي موجودة معايا، وهبدأ اضيف عليهم بقى البصلاية وفصوص الثوم اللي معايا وباقي البهارات. بس هقطع كده عندي البصلاية، قطعتها 4 كده، وضفت بقى المكونات كلها كده مرة واحدة، عشان عايزين بقى كده نبدأ نقلبهم مع بعض، عشان الرز واللحمة معايا تتبل كويس من التوابل اللي احنا ضايفينها دي. فرقت كده معايا مكعب المرقة عشان يدوب معانا، وهبدأ كده اخلط كل المكونات زي ما انتوا شايفين. انا مش راضية اطول عليكم، برضو بعدي الصورة بسرعة عشان بس ندوب كل البهارات. نروح بقى على الكبة كده، هي مكان الرز اللي انا فرماه، يعني نضيفه ما فيهاش حاجة، ده الرز اللي احنا عاملينه دلوقتي. هبدأ بقى اضيف كده المكونات بتاعتي كده على قد ما الكبة عندي تاخد الكمية، وهبدأ اغطيها واضرب الكمية مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين. بتضربيها كده زي ما انت شايفة، بتحطي المكونات كده شوية بشوية عشان تتفرم معاكي كويس، وبتبقى معاكي في البيت جميلة، وبتطلع معاكي بالشكل ده. ريحتها ولونها كمان جميلة جدا. ريحتها من اهم حاجة احنا ضفناها لها المعلقتين المهمين جدا في البهارات، هما معلقة الحبهان المطحون ومعلقة القرفة. دول بيخلوا معاكي طعم وريحة الكفتة بتاعة الرز بتبقى جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده طلعت معايا ازاي، وعجينة متماسكة جدا وتقدري تشكليها. بس انا كمان هنضيفها عندنا في التلاجة حوالي نص ساعة، وبعد كده نبدأ ان احنا نشكلها. بعد كده هتطمني خالص وهتطلع معاكي جميلة جدا. بصي زي ما انتوا شايفين كأن معايا قطعة من العجينة وبتتشكل بكل سهولة. بس انا خليها برضو في التلاجة تتماسك اكتر. وبعد ما بتطلع معايا بنبدأ بقى كده نجيب عندنا صينية عشان نبدأ نشكل عندنا أصابع كفتة الرز. كفتة الرز كفتة موفرة جدا وبتبقى جميلة، ولو عملتيها كمان في البيت بتبقى أفضل وأحسن. انتي بتجيبي عندك قطعة اللحمة اللي انتي حباها، بتجيبيها عندك من الجزار وبتفرميها عندك في الكبة، يا إما انتي بتجيبيها مفرومة مش هتفرق ولا حاجة. بعد كده بتضيفي لها كوبايتين من الرز وبصلايه متوسطه، وحوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم، وكمان البهارات بتاعتنا مكعب مرقه، ملح، فلفل اسود، قرفه، حبهان مطحون. توابل بسيطه جدا بس بتخلي معاكي الكفته جميله جدا. بعد كده بنضربهم مع بعض ونضيف عليهم نص كوباية من البقدونس وكوبايتين الرز زي ما قلت لكم على الربع كيلو من اللحمة المفرومة. بيطلع معاكي كمية كبيرة جدا موفرة وكمان مغذية في نفس الوقت. هي فيها الخضرة وفيها اللحمة طبعا وفيها الرز النشويات وكل الحاجات موجودة فيها، فهي مغذية ومفيدة زي ما انتوا شايفين كده. انا خلصت نص الكمية، حبيت اوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده جهزنا اصابع كفتة الرز اللي عملناها مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وما خدتش معانا وقت خالص. وكمان جهزناها وجهزنا اصابع الكفتة وما احتاجناش ان احنا ندهن ايدينا بالزيت، لان معانا العجينة اللي احنا عملناها بتاعة الكفتة متماسكة جدا وحلوة، كأنها زي العجينة. يعني لما كده بقت جاهزة معانا خلاص على التحمير، نبدأ بقى كده ضفتهم عندي في الزيت وبسيبهم يتحمروا وياخدوا اللون الجميل. وبعد كده اول ما تطلع معايا هوريها لكم، تطلع معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. حمرت الكمية اللي موجودة معايا، انا مش عايزة اطول عليكم بس حمرتها انا، وبعدين بوريكم الشكل في الاخر. مين بقى ما بيحبش كفتة الرز اللي قدامكم دي؟ زي ما انتوا شايفين طالعة متماسكة وجميلة جدا. بعد كده نجهز لها بقى الصلصة بتاعتها. معايا كده حلة على النار، ضفت معلقتين من السمنة وعليهم بصلاية كده متوسطة، وهبدأ احمرهم كده شوية. هبدأ بقى كده اخليها تدبل شوية، وبعد كده يكون معايا معلقة كده من الثوم المفروم، بنبدأ نضيفها كده وبنسيبهم يتبلوا كده مع بعض شوية، وبعدين بننزل عليهم بالطماطم.
هي اهم حاجة تكون الصلصة بتاعة الكفتة تكون حلوة وجميلة. فحوالي نص كيلو مثلا من الطماطم، وبنضربهم في الخلاط كويس ونخليه عصير طماطم تقيل. وبعدين بنضيفها كده على البصل والثوم اللي احنا كنا مدبلينهم ومدين لهم لون ذهبي. بدأت ضفت معايا ملح وفلفل اسود ورشة كده من السكر. وقلبتهم بقى كده. وبعد ما اتسبكت شوية على النار نزلت معايا كده بالكفتة زي ما انتوا شايفين الكفتة اللي اتحمرت معايا. وهنبدأ كده نسيبها على النار شوية، وهجيب لها معايا كده كوبايتين من المية، كوبايتين من المية العادية خالص. وكده بضيف معايا تاني كوباية من المية، وهبدأ اقلبهم كده. وبعدين هنسيبها كده على النار شوية، واضيف لها الاول مكعب من المرقة عشان تزود معايا الطعم. زي ما انتوا شايفين كده مكعب مرقة. وهبدأ بعدين اني اغطيها واسيبها لغاية ما تغلي على النار وتستوي وتطلع معايا بالشكل اللي هوريه لكم دلوقتي. كنت مجهزة عندي رز بالشعرية وقدمت جنبه الكفتة بتاعتنا، كفتة الرز بالصلصة بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين. عملنا وجهزنا مع بعض كفتة الرز من البداية، من بداية مكوناتها، وبعدين فرمناها مع بعض في البيت وحمرناها وجهزنا لها الصلصة بتاعتها وقدمناها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. افضل كفتة موفرة، هي رقم واحد في التوفير هي كفتة الرز، لانها بتدي معاكي كمية كبيرة. وبيبقى كمان طعمها وريحتها من التوابل اللي احنا ضايفينها لها بتخليها جميلة جدا. بتقدميها جنب الرز بالشعرية وبتدي معاكي كمية كبيرة. بتبقى موفرة وكمان مغذية ومفيدة في نفس الوقت، لان فيها كل العناصر الغذائية زي ما قلت لكم. فيها اللحوم والنشويات والخضرة جميلة جدا، يعني كويسة جدا. زي ما انتوا شايفين بتقدميها كده مع الرز بالشعرية، وبتبقى حلوة برضو في العزومات جنب الأصناف اللي انتي عاملاها. بتحطي كده معاكي صنف الكفتة الرز، بيبقى جميل جدا وبيعمل إضافة على سفرتك. وعملنا مع بعض أسهل وأبسط كفتة الرز بالصلصة مع بعض هنا في قناة أكلات مصرية مع أم عبد الرحمن. لو عجبتك وصفة النهاردة وجربتيها ما تنسيش تقوليلي ايه رأيك في التعليقات. ولو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.